الفنان قيس عبد الفتاح ابن اخت رشدي اباظة اتجوز 5 مرات وطلق زبيدة ثروت بسبب غيرتها الشديدة عليه، وحبيبته الاولى خدعته وتوفت. الفنان قيس عبد الفتاح خاله الفنان رشدي أباظة من أكبر عائلات مصر، عيلة كبيرة. هو من مواليد 19 نوفمبر 1945 وبيمثل وهو عنده 12 سنة. كان أول فيلم شارك فيه قيس عبد الفتاح لن أبكي أبدا سنة 1957. أبوه واحد من كبار ضباط المخابرات المصرية، وأمه من العيلة الأباظية الوفدية. أمه بنت خالة رشدي أباظة، وهو بيقول إن خاله رشدي أباظة وإن أبوه واحد من مؤسسي المخابرات المصرية، وكان على علاقة صداقة بحسن الإمام. وفي سنة 1956 كان المخرج حسن الإمام بيعمل فيلم لن أبكي أبدا مع الفنانة فاتن حمامة وعماد حمدي وزكي رستم وسناء جميل ورشدي أباظة ونجمة إبراهيم. وكان بيجي حسن الإمام عند بيت خاله رشدي أباظة في البيت، وشاف قيس عبد الفتاح وقال كان شكلي جميل وكان صغير وعينيه خضرة وأبيض وحليوة. أبوه قال له خلاص روح مثل مع حسن الإمام، وده بعد ما طلب المخرج حسن الإمام إنه يمثل معاه دور. من هنا كانت البداية في التمثيل. بدأ في مسلسل عيلة مرزوق أفندي في الإذاعة، واخد دور واحد اسمه عمرو. بدأت تنهال عليه العروض الفنية. أبوه كان رافض وقال له لازم تكمل دراستك الأول. كان مخطط له إن هو يخش شرطة أو حربية، ولما أخذ الثانوية العامة بدأ في تجهيزه للكلية الحربية أو كلية الشرطة، ودخل في صراعات مع أبوه لأن أبوه كان ضابط في المخابرات العامة وأمه دكتورة، وإخواته كلهم في كلية الطب، هو الأصغر. وكان أبوه عايزه يدرس طب أو يخش في الشرطة أو كلية الحربية، ولكنه قال لأبوه أنا عايز أدرس تمثيل. وقال له خالي رشدي أباظة هو شغال وتمام. أبوه اقتنع ودخل معهد التمثيل، وكان في سنة أولى قسم تمثيل وإخراج. حصل قصة حب بينه وبين زميلته كانت أكبر منه، كانت في سنة 4. أعجب بيها وشافها أول يوم راح المعهد، اللي خدته من إيده وعرفته بالمعهد واللي جوه المعهد، وقالت له أنا طالبة في القسم الديكور السنة الثالثة. خد سنة معاها وهي اتخرجت، ولكن حبها ليه كان جامد جدا. وبعد تخرجها العلاقة لم تنقطع. قال لها أنا عايزة أتجوزك بعد تخرج. أول ما اتخرج من المعهد طلب إيديها للجواز. الغريب إن هي رفضت وقالت له لأ. كانت أمها كل ما تشوفه تبكي وتبكي بكاء شديد. قال لها أنا بحبك وانتي ليه بتعملي كده؟ قالت له بكرة هتفهم. وبعد 6 شهور توفت. اكتشف بعدها إن هي كانت مريضة سرطان. أول ما دخل عندهم أمها قالت له ماتت. البنت دي كان ليها الفضل في تفوقه في المعهد، إنه يكون الأول على الدفعة 4 سنين، لدرجة إن هم طلبوا منه إنه يدرس في المعهد. وقفت معاه ووقفت جنبه وأخفت عنه إن هي مريضة سرطان. وبعد وفاتها سابت له جواب وقالت له بحبك وبعشقك ومنتظرك في الجنة، وخفت إن أنا أموت بين إيديك. وفضل تعبان، لكن فكرة إن هي هتبقى زوجته في الجنة أو مراته في الجنة قام تاني ووقف على رجليه بعد فترة تعب واكتئاب وحزن عليها. حصل قصة حب بينه وبين زبيدة ثروت اللي اتجوزها بالفعل وكانت بتعشقه، ولكنها كانت شديدة الغيرة. وفي يوم من الأيام كانوا مدعوين في حفلة واحدة. أميرة الكويتية قالت له أنا معجبة بيك. كان بيجاملها بكلمتين، بس لقى كوباية المية اللي رميتها في وشه زبيدة ثروت وقامت مشيت. وقال عن زبيدة ثروت ان هي كانت طباخة ماهرة جدا جدا، وكانت بتحب البيت، وكان عندها استعداد للحجاب والبعد عن التمثيل، بس ما لقيتش الراجل المخلص اللي يشجعها على البعد عن التمثيل. لما اتجوز من واحدة مخرجة، هي اتجوزت من الفنان عمر ناجي. بعد الجواز بحوالي 4 أيام راح له وقال له ادام انتوا بتحبوا بعض كده سبتها ليه وسابتك ليه؟ وقال له ده نصيب. وبعدين زبيدة ثروت اتطلقت من عمر ناجي. مثل الفنان قيس عبد الفتاح مع الفنانة سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو، وقال ان هو كان بيعشقها، انها كانت نجمة، كان بتاخده كل يوم في عربيتها تلف بيه مصر بحالها، تاكل بطاطا، تشرب حمص الشام. وقال عنها ان هي كانت ست كريمة جدا جدا، كرم غير عادي، لان لو كان معاها اجر فيلم ولقيت حد محتاج او كان ناس او حد في الشارع كانت بتطلع اجرها وتديهوله. اشتغل مع عبد الحليم حافظ في ابي فوق الشجره، اشتغل في برنامج القاهره والناس ومسلسل الايام، وكان دايما بياخد دور الشاب المستهتر. اشتغل مع عادل امام في فيلم على باب الوزير في دور هاني، العايقه والدريسه، ومحمد رسول الله، والقضاء في الاسلام بكل اجزائه. كان اخر عمل ليه صوت كم فلسع وفلسع، واخر مسلسل مساله كرامه في 2011. في 2011 عمل 2 صوت كم، قال خلاص كده بطلت تمثيل. بتاعت سيف عبد الفتاح
قيس عبد الفتاح عن التمثيل نهائي. اتجوز 5 مرات، اخر زيجة ليه فتاة اصغر منه ب30 سنة. قال ان حبيبته الاولى خدعته وماتت، لغاية دلوقتي بيشوفها في احلامه، مستني ان هو يتجوزها في الجنة ان شاء الله. وقال انه كان هيمثل في تمثيلية في مسرحية الزعيم مع الفنان الكبير عادل امام. ابوه مرضيش، قال له ان المسرحية فيها اسقاط على شخصية السادات، لانه قال لعادل امام ما تمثلش المسرحية دي ان فيها استهزاء بالرئيس المصري. وقال احسن 2 شفتهم في الفن واتعاملت معاهم هي تحية كاريوكا بنت اصول، وده لما نبيلة السيد اصيبت بالسرطان راحت تحية لمجلس الوزراء وصرفوا لها اعانة 1000 جنيه في مرضها. وقابل مديحة كامل في مصلحة الضرايب، كانت بتخلص بعد الاوراق، لقاها لابسه محجبه، كل كلمه بيقولها لها بترد بايه او حديث قراني، حديث شريف او ايه قرانيه. ايه السبب التغير ده؟ قالت له ان امي ماتت قدامي، الدنيا مش قاعده، مش دايما لحد، وبعدها توفى. حكى وقال كان وشها منور في اخر مقابله شفتها. حكى وقال ان هو كان على صداقه وعلاقه قويه بفاتن حمامه. طلبت منه فاتن حمامه ان هو يمثل دور الشاب المحب لليلى حماده في فيلم امبراطوريه ميم. سجل صوته. الشاب اللي عمل الشخصية كان بيحرك شفايفه. فنان قيس عبد الفتاح ما خلفش. قال ان يوم وفاة السندريلا 21 يونيو هو يوم ميلاد عبد الحليم حافظ. ودي كانت قصة حياة قيس عبد الفتاح وحبيبته اللي منتظراه في الجنة. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناة.